صلوا على النبي ويلا نبدأ. أنا متجوزة من 10 سنين. مشكلتي إن جوزي بيكرهني قوي ومش بيداري ده خالص وعايش دايما في ندم، وأنا مع الأسف شخصيتي مش قوية وهو عارف كده كويس، هو وحماتي. وأنا لو قلتلكم هو مش بيبص في وشي حرفيا أنا مش ببالغ، ودايما بيتجنب يتكلم معايا خالص حتى لو كلمة واحدة، ودايما بيقعد يصعب على جمال الستات ويقعد يقول ايه الست الجميلة دي، ده ايه الست القمر دي، لدرجة ان هو بيتكلم كده قدام اخواته وامه كمان. وطبعا بقى من هنا حماتي مسكتني ووقعت طبعا تحت ضرسها للأسف بقى، وكرهتني هي كمان، وكرهتني في نفسي، وتقعد تقول حسرة قلبي على جمال دي وعلى جمال دي، اقعدي يا بت اما اوريكي دي فلانة قمر، دي فلانة معرفش ايه، وكأنها بتحاسبني. وقالت لي كلمة لحد دلوقتي مش قادرة انساها، بتقولي هو انتي ربنا ازاي رزقك بابني واتجوزتيه؟ وكلام زي السم حرفيا، مش ببالغ والله في الكلام اللي بقوله، والله مصدقاكي يا قلبي. وتقول بنتك شكلها اهي زيك، ربنا يستر بقى على حظهم في الجواز هما كمان. وبتقولي ده بنتك الكبيرة اسنانها طالعة قدام زيك. قهرتني بمعنى الكلمة والله، بكل قسوة. زوجي معايا كوم، وعدم الرضا اللي انا حاسة بيه ده كوم تاني خالص. وكل اللي في بيتنا كوم، لكن انا ممكن اكون نوعا ما مش مهقورة منه قد ما مهقورة من حماتي، ودمرت نفسيتي وانا مش عارفة اعمل ايه. انا متدمرة نفسيا ومش عارفة ارد عليهم ومش عارفة اعمل ايه. جوزي ما بيبصش في وشي حرفيا، جوزك ما بيبصش في وشك حرفيا. ودي تيجي وقع في ملعبنا خلاص، هو كده خلاص وقع في الملعب. تعالى لنا بقى، بصي يا ست الكل، قلم وورقة واكتبي معايا. ايه اللي انت هتعمليه؟ كالآتي: اول حل هنعمله معانا اللي هو احنا هنرضي جوزنا بأي طريقة. هترضي جوزك بأي طريقة، دي حاجة تخليه راضي عنك. هتلبسي بقى، تجيبي ترنجات جديدة، تجيبي قميصين 3 جداد كده، موفاية على حتة ستانية على حتة مش عارفة ايه، الكلام ده كله. تزغللي كده بيهم ايه عين الراجل. دي حاجة. تاني حاجة، ريحتك الجميلة، اوعي تنسي الريحة الجميلة اللي تجيبه كده من على باب الشقة، ايه ده الريحة الجميلة دي. تالت حاجة، وهي انك ترسمي عينك بالكحلة كده، عينك تبقي موسعة، تبقي عاملاها زي عين البقرة، دي حاجة برضو. وبعد كده ده كله بقى تعملي شعرك طبعا بالبيبيليس او استشوار او اي حاجة، اعملي شعرك. واخيرا هو الروج الاحمر، الروج الاحمر الملعلط ده. يبقى احنا كده قلنا كذا حاجة اهو، ده مبدئيا بس عشان يبتدي ان هو يبص في وشك. انتي بتقولي ما بيبصش في وشي، يبقى انتي مش مهتمية، يبقى انتي نو اهتمام خالص، يبقى انتي زيرو اهتمام في نفسك خالص، وكل اهتماماتك بالعيال والبيت والكلام ده كله. لا، نهتم بنفسنا بقى، نجمل نفسنا، علشان الراجل بيبص برا وما يقعدش يقول فلانة ومش فلانة، ولما يجي يقول فلانة ومش فلانة انتي ولا كأنك سامعة اي حاجة. وده ايه ده انت بتتكلم؟ اه. اه صدق صح. وتروحي ضحكة ضحكة. صوتك بقى يبقى قد كده في الضحكة. بصي عايزاكي تتميسي بكل المياصة. مش عارفة تتميسي، هاتي فيديوهاتنا على النت ايه يعني، كيف اتعلم المياصة. هتلاقي 100,000 فيديو. اتميسي اختي، ده جوزك عادي، اتميسي مفيهاش حاجة. المهم بقى ان الراجل نملى عينه، دي حاجة. خلصنا من الراجل، ننزل بقى على الحما اللي دعوتها من السما. ننزل لها بقى تاني يوم، نبتدي من النهاردة. تنزلي كده يا اختي تجيبيلك عباية بيتي ايه جميلة كده وفريحي، وما تسكتيش، لا تطلعي على الترزي وانت جاي، تطلعي على الترزي تضايقيها وتخليها مجسمة عليك ومبينة كل تفاصيل جسمك حتة حتة. وبعد كده هتلبسيها وتنزلي بيها تاني يوم، وتكوني طبعا ايه حاطة حاجات خفيفة كده آه، تبين ملامح وشك وحلاوتها. شوية احمر كده على الخدود، شوية كحلة،
حبة روج، مش عارفة إيه، عاملة طبعًا بقى بالبيبيليس امبارح، وتروحي منزّلة بقى حبة شعر كده من الطرحة أو امشي يعني اقلعي الطرحة خالص، ما كل اللي في البيت بقى ستات. المهم في إيه ده، هُم هينبهروا بقى، إيه التغيير المفاجئ ده، ولا كأنِك سامعة حاجة خالص. إيه ده يا بت، إيه اللي عمل فيكِ كده، إيه ده الحلاوة دي، مش عارفة إيه، أنا طول عمري حلوة والله، بس أنا ما كنتش باحب أنزل كده تحت، ده أنا كنت باعمل الكلام ده كله فوق لجوزي بس، ويا ريته عاجب، يالّا بقى هنعمل إيه، كده أهو بنفس النبرة، تيجي بقى تمشي وأنتِ ماشية عمّالة تتدلّعي بقى، قومي اعملي الشغلانة دي مثلًا مش عارفة إيه مع أخت جوزِك والكلام. والله أنا مش قادرة، ده أنا طول الليل كنت سهرانة مع جوزي ومش قادرة أقوم حتى من مكاني. طب انتوا عايزين حاجة بقى، ده أنا هاطلع فوق عشان أحضّر الأكل لجوزي عشان خاطر زمانه جاي من الشغل والّا حاجة، عشان ما يجيش ما يلاقينيش عاملة الأكل. تطلعي بقى تعملي الأكل وتروّقي شقتِك وتخلّيها سنجة 10 وتحطي بقى معطِّر وما أعرفش إيه، تخلّيه بُصّي كإنِّك لسه متجوّزة النهارده. جيبي بقى حتّة الستانية تلبسيها، آآ شعرِك زي ما هو، بيبيليسِك وحاجتِك وكل حياتِك، كحلاية جميلة، شوية الروج، blusher مش عارف إيه، الحاجات دي كلّها. والريحة طبعًا، أهم حاجة الريحة، أهم حاجة الريحة ما تطلعيهالوش بالبصل يا أمي، البصل لأ، ريحة التوم لأ، أهم حاجة الريحة، تطلعي له كده بريحة إيه oh my god إيه ده! ينبهر بيكِ، أنا عايزاه ينبهر بيكِ، عايزاه يشوفِك جديدة خالص عن ما كان شايفِك، بدل ما هو ما بيحبش يبُص في وشِّك، لأ إحنا هنخلّيه بقى إيه ما يسيبش عينه من وشِّك خالص، يبُص في وشِّك يا حبيبتي. وما تقوليش أنا الراجل مش طايقني والراجل مش بيحبني ومش عارف إيه، الراجل لو مش بيحبِك ما كانش خَد قرار إن هو يتجوّزِك، ما كانش اتجوّزِك أصلًا من أساسه لو هو مش طايقِك وبيكرهِك والكلام ده كلّه زي ما أنتِ بتقولي. أنا عايزاكِ تبقي واثقة في نَفْسِك قدّامهم، تبقي نازلة واثقة في نَفْسِك قدّامهم وقدّام جوزِك برضه، وقدّام نَفْسِك أنتِ كمان، عشان أنتِ لو مش واثقة في نَفْسِك بينِك وبين نَفْسِك هتبقي ثقتِك مهزوزة قدّام الجميع. فأول حاجة هتحاولي تقري بقى عن الثقة بالنَفْس وتحاولي إيه، تبقي سِت مثقفة كده. بس واحدة، واحدة، كل حاجة بتيجي واحدة، واحدة، ما فيش حاجة بتيجي على طول. بس أهم حاجة، أهم نُقط اللي أنا قُلت لِك عليها دي، إنِّك ما تكونيش نازلة لهم مبهدلة، ما تكونيش قدّام جوزِك برضه مبهدلة، آآ تبقي على الأقل خالص بارزة جمال وشِّك، بارزة جمال جسمِك، الأنوثة فين، الحاجات دي كلّها. بس هو ده اللي أنا باقوله لِك، وإن شاء الله ربنا يصلح حالِك ويصلح حالنا جميعًا يا رب. وما تنسيش بقى تعملي لي لايك وتردي عليَّ في الرسايل، هاستناكِ تردي عليَّ وتقولي لي عملتِ إيه. متنسوش برضه بافكّركم اللي عنده مشكلة يبعتها لي على صفحة الفيسبوك، بارُد على كل الرسايل وباعمل على التعليقات كلّها قلوب. واللي أخّرني عليكم امبارح ما نزّلتش الفيديو بتاع امبارح، إني أنا كنت عند الدكتورة بتاعة السنان، وأسناني بجد وجعاني أوي ومش قادرة أفتح بُقّي، فباتكلم بالراحة على قد ما أقدر، مش قادرة بجد. فدعواتكم بقى ليّا في الكومنتات، وإن شاء الله ربنا يشفي كل مريض يا رب، وربنا يصلح لنا حالنا يا رب جميعًا والله. مش هافكّركم إنكم تكتبوا آرائكم في القصة طبعًا صاحبة القصة، عشان بتبقى مستنية تسمع رَد الناس وكده والآراء بتاعتكم. ما تنسوش تدّونا الآراء، وأستودعكم الله. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك لو أنتم لسه ما اشتركتوش في القناة عشان يوصلكم كل قصة بانزّلها جديدة. مع السلامة.